بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس السوشيال ميديا الأونلاين على اليوتيوب. معاكم محمد عبد الفتاح. برحب بحضراتكم. آه، احنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الديجيتال ماركتنج بلان. من يومين كده كنت كتبت بوست على الفيسبوك بإن عندي استعداد يعني أعمل الديجيتال ماركتنج بلان للشركات ولأي حد عنده بيزنس عامة. فبصيت لقيت ان كان في ريكوستات كتير جدا وطلبات كتير جدا على موضوع البلان. ناس محتاجة البلان، ناس مش عارفة اصلا ازاي تبدأ البلان. فعشان كده بعمل الفيديو ده النهاردة عن ان احنا ازاي نعمل الديجيتال ماركتنج بلان عامة، سواء كانت للسوشيال ميديا او كانت للاس اي او. احنا هنمشي ان شاء الله في محاضرة النهاردة ب على ثلاث حاجات اساسية. اول حاجة اساسيات اي ديجيتال ماركتنج بلان تكون موجودة. تاني حاجة السوشيال ميديا بلان. تالت حاجة هتكون الاس اي او بلان. اتمنى ان شاء الله ان المحاضرة تستفادوا منها، ولو في اي حاجة بعد المحاضرة نقدر ان احنا نكون متواصلين مع بعض ان شاء الله. طيب، خلونا نبدأ سريعا كده ونشوف اول حاجة واهم حاجة ايه هي اساسيات الديجيتال ماركتنج بلان. اولا الرؤية والهدف. ما ينفعش اعمل بلان او اجي اشتغل على اي براند او اشتغل لاي شركة عفوا، او اشتغل لاي شركة او اسوق لاي منتج الا لما اكون عارف حاجتين. الرؤية، انا همشي ازاي عشان اوصل للهدف، عشان اوصل لايه. بمعنى انا ممكن اجي اشتغل لبلان، فبص البراند سوري، فالاقي صاحب البراند بيقول لي، او لو البراند بتاعي والله عايزين نوصل في نهاية 2017 مثلا ان احنا نكون اكبر شركة او اكبر مكان بيقدم السيرفيس دي او المنتج ده في مصر. تمام. فانا ببدأ اقسم الهدف الكبير ده لاهداف صغيرة طول السنة، عشان خاطر في الاخر اقدر اوصل للهدف الرئيسي اللي موجود للبلان بتاعتي. ده هيساعدني جدا اكون عارف انا رايح فين. هيساعدني كويس جدا ان انا كل فترة اشوف والله اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، انا كده ماشي على حسب الهدف المطلوب مني ولا لا. هيساعدني في ان انا اعمل رؤية متكاملة عن البلان بتاعتي، وهسوق ازاي وهعمل ايه، وامتى اعمل اعلانات، وامتى احط البوستز الدعائية او البوستز اللي تجذب اكبر قدر من الجمهور. فاول حاجة واهم حاجة ان انا لازم يكون عندي هدف ورؤية للي انا بسوق له على الانترنت. ما ينفعش تماما اجي هسوق انا النهاردة المنتج الفلاني، انا بشتغل كده وخلاص، وزي ما تيجي تيجي. عدت 2017 واحنا مكاننا، عدت 2018 18 واحنا مكاننا. كل ده مش فارق معايا ولا في دماغي ولا في دماغ اصلا صاحب البراند اللي انا بسوق له. فكده دي كده اكبر غلطة، واول حاجة لازم اراعيها وانا بعمل الديجيتال ماركتنج بلان، سواء كانت سوشيال ميديا او كانت اس اي او. تاني حاجة لازم اعمل دراسة للمجال كله على الانترنت. بمعنى ما ينفعش اكون شغال لشركة، او اكون شغال في المصنع، او اكون شغال ان شاء الله يا رب اكون بسوق حاجات بسيطة، هاند ميد بسيطة، وانا مش عارف المجال بتاعي على الانترنت عامل ازاي. هل هو مجال قوي؟ هل هو مجال ضعيف؟ هل في منافسين؟ هل ما فيش منافسين؟ طب ايه اكتر الحاجات المتعلقة بالمجال بتاعي منتشرة والناس بتتفاعل معاها؟ الاسعار. حاجات كتير، حاجات كتير جدا جدا. لازم قبل ما ابدا احط البلان بتاعتي هعمل سيرش على السوشيال ميديا، واعمل سيرش على جوجل والمواقع، عشان ابدا اشوف واعرف وافهم كويس جدا ايه هي اهم ال الحاجات المتعلقة بالمجال بتاعي، ايا كان ايه هو المجال اللي انا بسوق له. تالت حاجة معانا وهي دراسة المنافسين. ما ينفعش بأي حال من الأحوال أبدأ أحط
اي بلان في الدنيا الا لما اكون عامل دراسة قوية جدا وشاملة وفيها كل حاجة تتعلق بالمنافسين بتوعي. قبل ما ابدا اصلا لازم ابقى عارف مين هم اقوى المنافسين. طب وهم اقوياء ليه؟ ايه نقطة القوة اللي عندهم؟ ايه نقطة الضعف اللي المفروض هعرف اكتشفها؟ وفي البلان بتاعتي ببقى حاطط اهم الخطوات بقى ان انا ازاي هقوي البراند بتاعي، وازاي اتفوق على المنافسين بتوعي، وازاي اقدر اجذب اكبر قدر ممكن من الجمهور. وده ان شاء الله هناخده بالتفصيل في الخطوات اللي جايه ان شاء الله. فدراسه المنافسين لا تقل اهميه ابدا عن دراسه المجال، بالعكس هي دي حاجه من الحاجات اللي هتخليني دايما شايف ادائي كمان كويس ولا مش كويس، انا كده ماشي صح ولا ماشي غلط، الناس دي احسن مني ولا انا خلاص بدات مع الوقت ان انا اخش انافسهم وانافس بقوه كمان. دراسة الجمهور المستهدف. أي خطة ديجيتال ماركتنج لازم أبقى عارف كويس جدا الأودينس بتوعي، الجمهور بتاعي ده أصلا آه، هو إيه، هو عايز مني إيه، إيه اللي أنا بقدمه له، إيه اللي أنا بقدمه له مميز. إحنا لسه هنتكلم عن النقطة دي. هو فين، هعرف أوصل له إزاي، إيه أكتر كونتنت بيجذبه، ايه اكتر عروض ممكن يستفاد منها وتديني دفعة وتديني قوة ان انا اتفوق على منافسيني. الجمهور بتاعي ده هل هو هيقدر انه يتابعني اول باول عشان انا بقدم حاجات قوية؟ طب والحاجات القوية دي عبارة عن ايه؟ تمام. طبعا سواء كان في السوشيال ميديا او كانت في الاس اي او، فلازم ابقى دارس كويس جدا الجمهور بتاعي ده والله رجاله ولا ستات، السن بتاعهم في حدود قد ايه، شباب ولا ناس كبيره ولا ناس مثلا في العشر في الثلاثينات ولا الاربعينات. كل ده طبعا بيتحدد على حسب المنتج او الخدمه اللي انا بسوق لها. انا ما ينفعش اجي اسوق آه، منتج لشباب لغايه سن ال 30 مثلا وانا اصلا بستهدف ناس كبيره، او الكونتنت بتاعي واللغه بتاعتي والمحتوى والكلام. ولو هعمل فيديوهات مثلا انا بعملها بشكل فورمال قوي قوي، فلا يعني الشباب بتحتاج حد يكون زيهم. تمام. فدي حاجه مهمه جدا في دراسه الجمهور المستهدف. اجيب ورقه وقلم كده واحط الجمهور بتاعي ده عباره عن ايه، واحد اتنين تلاته، عشان بعد كده لما اجي اعمل محتوى ابقى عارف المحتوى ده هيليق له ولا مش هيليق له. الاستراتيجيات. طبعا انا بعد ما بعمل كل الحاجات دي بيبقى عندي كده شويه استراتيجيز. انا هنزل بوست ازاي، هنزل المنشورات بتاعتي فين، امتى هعمل كده، امتى هعمل اعلان. كل دي حاجات ان شاء الله هناخدها بالتفصيل شويه، هتخليني اعرف كويس جدا انا ماشي ازاي. الاستراتيجيات دي مهمه جدا جدا جدا. ووارد ان انا النهارده ابقى ماشي باستراتيجي معينه، المره الجايه اروح بعدها بشهر اروح مغير الاستراتيجي طبقا للتغيرات وطبقا لادائي. وانا لما هعمل تحليل لادائي طول الشهر ده فلقيت والله انا عندي قصور في الحته الفلانيه فهبدا اعالجها بالطريقه الفلانيه وهكذا. المحتوى. المحتوى هنا لازم يكون قوي، واحنا عارفين الجمله المعروفه اللي هي المحتوى هو الملك. تمام. من غير محتوى انا مش هعرف انجح، ومن غير محتوى قوي انا مش هعرف اكون مميز. المحتوى لازم يكون منوع ومتنوع. تاني، منوع ومتنوع. لازم يكون حاجات عن انا بقدم ايه، ايه الخدمة او المنتج، انا ببيع ايه. حاجة تانية يكون في محتوى كمعلومات عامة، كحاجات بتساعد الناس في المتعلقة او اللي بتتابع المجال بتاعي في انها تعرف حاجات تتعلق بالمجال. مش شرط ان انا اقول لهم انا ببيع، بمعنى ان انا لو انا عندي بسوق عقارات مثلا فالعقارات دي باجي في مره اروح حاطط بوست مثلا عن احدث الديكورات، بوست عن والله انت ازاي تعرف تشتري شقه بشكل كويس وتقيم السعر بتاع الشقه ازاي، وهكذا. انا طبعا بدي امثله. تمام. فلازم ادي لليوزر بتاعي او العميل بتاعي شويه حاجات كتير تديله ثقه فيا وتخليه على طول باستمرار بيدور عليا عشان يعرف ايه الجديد اللي هيفيده في المجال، من غير ما اكون انا بقول له انا هبيع لك ده. سوري، حاجه تانية في المحتوى برضو، هي ان انا اكتب بوستز للمتخصصين جدا في المجال بتاعي،
ان انا من وقت للتاني اعمل مسابقات، انزل كوميكسات، الحاجات المتعلقة بالمناسبات، كل دي حاجات بتنوع المحتوى بتاعي، بتخلي اليوزر على طول متابع معايا اول باول. تحليل الاداء وتحليل اداء المنافسين ده اهم حاجة. انا لما اجي اشتغل خلاص انا عملت البلان، هبدأ انفذها. كل اسبوع مثلا بقول والله انا نفذت في البلان بتاعتي اللي انا كنت حاططها مثلا 80%، فال 80% دي وصلتني للمرحلة المعينة دي في المنافسة، او في ان انا بقيت موجود بنافس ولا لسه ما بنافس، مش منافس. آه من غير تحليل ادائي وتحليل اداء المنافسين باستمرار، انا كده بكون عامل زي الاعمى. انا دايما بحب اضرب المثل بالكلمة دي، انا بكون عامل زي الاعمى اللي ماشي ومش شايف ايه اللي بيحصل حواليه. وده حاجة من الحاجات اللي بتخليني بعد كده ابدأ اطور وابدأ اعدل في المجال بتاعي اول باول. تمام. او في الخطة بتاعتي اول باول. فتحليل الاداء بتاعي وتحليل اداء المنافسين لا يقل اهمية عن كل اللي فات. طب ايه الفرق ما بين دراسة المنافسين وتحليل اداء المنافسين؟ دراسة المنافسين قبل ما ابدا، يعني الفرق ما بين رقم 3 وما بين رقم 7 ان دراسة المنافسين دي قبل ما ابدا اصلا اشوف الناس دي بتعمل ايه وايه القوة وايه الضعف اللي عندها. بعد كده ببدا احلل ادائي واداء المنافسين، والله انا بالاداء بتاع الشهر ده انا قدرت اتفوق، قدرت اعمل حاجات جديده، قدرت اطلع افكار جديده مش موجوده عندهم. طب هم ايه الجديد اللي عندهم اللي عملوه؟ فانا ممكن اخده، مش هقلده لكن ممكن اطور عليه بحيث ان انا ابان قدام الناس ان انا عملت حاجه جديده مطوره، وهكذا. متابعه المنافسين على فكره بتديني افكار حلوه جدا جدا، وبتخليني على طول متابع السوق اللي حواليا فيه ايه. التحديثات، المجال بتاعنا دايما فيه تحديثات كتيرة، فيه تحديثات أول بأول. لازم أكون مطلع على التحديثات دي لأن في حاجات كتيرة جدا منها بتفيدني وبتخليني قادر إن أنا أطور من أدائي وأطور من سبل العرض بتاعتي للجمهور بتاعي. فالتحديثات دي لازم أكون متابعها، ولما بينزل تحديث ببقى شايف والله إن هو هيناسبني، أبدأ اوجد له مكان في البلان بتاعه الخطه بتاعتي. لان عن تجارب، مثلا اول لما نزل البث المباشر من الموبايلات، اول ما نزل طبعا كان نزل على الصفحات، فالصفحات اللي بدات تعمل كده كانت في ناس كتير جدا بتدخل تسال هو انتوا بتعملوا كده ازاي؟ مثلا هي ايه البث المباشر ده؟ كانت حاجه جديده قدام الناس، فدي لوحدها شدت ناس لصفحات معينه. حلو. فالنقطه دي مهمه جدا جدا، يمكن حصلت معايا عن تجربة حقيقية. كنت بعمل بث مباشر، فالناس زي ما بقولك كده دخلت تسأل انتوا بتعملوا كده ازاي، وبدأت ناس بتهتم جدا باللي احنا بننزله. التيم ورك، التيم ورك ده مهم جدا جدا، ودي حاجة انا عندي يعني فيها مشكلة بصراحة، خصوصا هنا في مصر، ان الناس اللي بتشتغل سوشيال ميديا مثلا هم بيعملوا كل حاجة، هم بيعملوا المحتوى وهم بيعملوا الديزاينات وهم بيعملوا بيبدأوا ينشروا على السوشيال ميديا والكلام ده كله. الاصل في الموضوع ان كل حاجه ليها التخصص بتاعها. المفترض التيم ورك بتاعي انا بحط البلان، انا كحد ديجيتال ماركتير بيحط البلان وبيحدد والله النهارده هنزل البوست، النهارده هنزل مثلا على السوشيال ميديا او على الفيسبوك 4 بوستات. فالديزاينر بيبقى عارف ان هو عنده النهارده 4 بوستات هينزلهم على الفيسبوك. سوري معلش. عندي مثلا كذا صورة على الانستجرام، فهيبدأ هو كمان يعمل صور انستجرام، وهكذا. بتاع المحتوى خلاص هيبدأ يظبط البوست اللي انا قلت له والله ال4 بوست النهارده دول هيتكلموا عن اهم مثلا شروط اختيار الشقق. بوست تاني عن مثلا عيد الام، وهكذا. تمام. فهو بتاع الكونتنت بيبدأ يمانج الموضوع في دماغه، ويبدأ يديني المحتوى وبيدي لي الديزاينر بحيث ان الديزاينر يعمل عليه الديزاين المطلوب. التيم ورك ده مهم جدا، وهو ده اصلا اساس نجاح اي شركة او اي مكان بيشتغل ديجيتال ماركتنج. صح جدا ان يكون في تيم ورك. تمام. يمكن في وظائف بتستحدث دلوقتي في موضوع الديجيتال ماركتنج، ان شاء الله ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين، بس وبدأت تنتشر شوية في مصر. ان شاء الله نبقى نلقي عليها كده نظرة سريعة في وقت قريب ان شاء الله بإذن الله. دي كده اهم اساسيات
اي ديجيتال ماركتنج بلان هتكون موجوده. هنبدا بقى نطبق الحاجات دي على السوشيال ميديا، ونبدا نطبقها كمان على الفيسبوك، سوري، على الاس اي او. طيب، السوشيال ميديا بلان بقى. اول حاجه المنتج او الخدمه، لازم ابقى عارف المنتج او الخدمه بتوعي دول وضعهم ايه على السوشيال ميديا. تمام، والله في كام صفحه؟ طب لو مثلا طلع لي 1000 صفحه، ال1000 صفحه دول هل فيهم جمهور كبير، ولا هو مثلا 5 6 10 صفحات والباقي كله فيه مثلا 100 لايك و200 لايك وما بيعملوش حاجه اصلا؟ حلو. على تويتر إيه النظام؟ على انستجرام، على اليوتيوب، كل دي حاجات لازم اكون عارف المنتج او الخدمه بتاعتي موجوده فين، وابقى دارس اكتر ايه هي اصلا المنتج والخدمه بتاعتي. ساعات بيجي عميل يقول لك والله خد اشتغل وانا عايزك تركز لي على الحاجات اللي هي سين وصاد وكذا. انت لازم تركز على الحاجات اللي هو بيقول لك عليها، لان هو بيبقى ادرى بالمجال بتاعه، وادرى ايه الحاجات اللي بتشد العملاء بتوعه عن حاجات ممكن انت تكون شايف انها عامة، او يعني انت شايفها مهمة وهو فعلا مش هتفيد المجال بتاعه في حاجة. فلازم نسمع للناس اصحاب البيزنس او الاماكن اللي احنا بنشتغل فيها او بنمسك لها شغل التسويق. الجمهور المستهدف، والجمهور المستهدف بقى على السوشيال ميديا تحديدا لازم اكون عارف كويس جدا جدا انا بتارجت مين وموجود فين. السوشيال ميديا غير المواقع، غير لو انا هسوق بالموقع الالكتروني والاس اي او. ليه؟ السوشيال ميديا انا اللي بروح للعميل بنسبه كبيره جدا، انا اللي بروح له، غير الويب سايت ان هو بيعمل سيرش على جوجل فبيطلع له الويب سايت بتاعي. الجمهور في مصر بستهدفه بطريقه غير الجمهور في السعوديه، غير الجمهور في الخليج، غير الجمهور الاجنبي. لما اجي استهدف الجمهور على السوشيال ميديا لازم ابقى عارف الثقافه بتاعه المجتمع اللي انا هسوق له ده عامله ازاي. لازم بيبقى فيه مصطلحات كتير. لو انا هسوق مثلا للسعوديه فهم بيبقى عندهم شويه مصطلحات غير اللي عندنا، لازم ابقى عارف المصطلحات دي، او على الاقل صاحب البراند لما بقول له والله انا هعمل الكونتنت بالشكل 1 2 3 بيقول لي خد بالك والله بدل الكلمه دي بيبقى فيه الكلمه دي، بدل الكلمه دي بيبقى فيه الكلمه دي. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا احنا عندنا بنقول كلمه شغل، هم بيقولوا لا كلمه دوام، وهكذا. يعني انا طبعا مش مجمع قوي دلوقتي، بس يعني انا بحاول انقل لكم الفكره. الجمهور في مصر لما اجي استهدفه هستهدفه على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام. تمام. في الجمهور العربي والاجنبي لا، انت عندنا تويتر اهم، وسناب شات، وانستجرام. طبعا اليوتيوب هنا وهنا سواء في مصر او في الدول العربيه هو يعتبر تاني اكبر محرك بحث، فلازم اكون حاطه في الاعتبار. فلازم ابقى عارف كويس جدا الجمهور بتاعي ده موجود فين عشان اقدر استهدف. هو في الغالب زي ما قلت لكم كده، لو هستهدف مصريين بشتغل على الفيس وتويتر وانستجرام واليوتيوب. لو هستهدف اجانب او عرب ببقى شغال على تويتر وسناب شات وانستجرام واليوتيوب. متابعة المنافسين، هنا متابعة المنافسين بتبقى مختلفة شوية، لان انا عندي منافسين ممكن يكونوا على الفيس وعلى تويتر وعلى انستجرام وعلى اليوتيوب، في 4 منصات او 4 مواقع مختلفة. فلازم اكون قبل ما اتابعهم على المواقع دي لازم اكون دارس اصلا المواقع دي كويس جدا. الفيسبوك ايه الادوات والتولز اللي انا بقدر اسوق عن طريقها، تويتر ايه هي الحاجات اللي انا بقدر اسوق عن طريقها، اليوتيوب، جوجل بلس، لو موجودين على لينكد ان، ايا كان المنافسين بتوعي موجودين فين. لازم اكون انا قبل ما ابدا اتابعهم لازم اكون دارس المواقع دي اصلا. وفي كورس السوشيال ميديا الاونلاين هو احنا لغايه النهارده خدنا الفيسبوك، وخدنا تويتر، وخدنا انستجرام ولينكد ان وجوجل بلس. ان شاء الله يبقى فاضل اليوتيوب وفاضل الاعلانات المدفوعه على الفيس وعلى تويتر، سوري، على انستجرام. وان شاء الله هحط لكم لينك البلاي ليست بتاعه الكورس. ان شاء الله هيفيدكم لو انتم ما تعرفوش ايه التولز وايه الادوات وازاي اعرف اسوق على الفيس وازاي اقدر اسوق على تويتر. لكن متابعه المنافسين
مهمة جدا جدا، والاهم منها ان انا اكون عارف اصلا ايه هي المواقع اللي انا بشتغل عليها ودارسها كويس جدا. المميزات التنافسية، ودي بقى من الحاجات المهمة جدا اللي بلعب عليها في السوشيال ميديا بلان. انا ايه اللي بيميزني عن المنافسين بتوعي؟ هل انا عندي ميزة في السعر؟ هل انا عندي ميزة في الجودة؟ هل انا عندي ميزة في خدمة ما بعد البيع؟ ايا كان، لو انا ما عنديش ميزة، ولا انا لو دخلت لحد اشتغل له ولقيته ان هو بيقدم شغل عادي جدا، لا لازم اتكلم معاه في ان انت لازم تقدم ميزة، لان هي دي اللي هتميزنا، وهي دي اللي هتخلي الناس تبدأ تنجذب لينا بشكل كبير. التيم وورك زي ما قلنا لازم يكون، وانا بعمل البلان بتاعتي على السوشيال ميديا اكون معايا تيم وورك بينفذ البلان دي. على قد ما تقدروا، على قد ما تقدروا حاولوا تكون التيم وورك دي متوفرة، لان هي بتفرق جدا 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 بشكل لا تتخيلوه. تحليل اداء المنافسين، ليا تحليل الاداء بتاعي والمنافسين على السوشيال ميديا بيختلف عنه عن الاس اي او، لسبب بسيط ان الاستراتيجي بتبقى مختلفة. انا على الاس اي او او على السوشيال ميديا انا عندي كذا موقع بشتغل عليهم. الفيس زي ما قلت لكم ليه شغل او ليه طريقة للتعامل، غير تويتر، غير اليوتيوب، غير جوجل بلس، غير لينكد ان. كذلك ان انا ابدا احلل ادائي واداء المنافسين. التكلفة الاعلانية، ما ينفعش اشتغل على السوشيال ميديا وخصوصا الفيسبوك الا لما اكون عامل بادجت معينة للاعلانات المدفوعة. تمام. تاني، ما ينفعش اشتغل الا لما اكون عامل تكلفة للاعلانات المدفوعة وعامل لها خطة. بمعنى انا الشهر ده هعمل 3 اعلانات مثلا، الشهر اللي بعديه لا انا لقيت الاعلانات جابت مردود كويس، فانا ممكن ازود، فبدل ال3 هخليهم 5. والله انا هعمل اعلان، اول اعلان هيكون فيديو، تاني اعلان هيكون صورة. وعلى فكرة تكلفة الاعلان ليها حاجات كتير جدا جدا بتحددها، ان شاء الله هنتكلم عليها في محاضرة الاعلانات المدفوعة على الفيسبوك. لان انا بيبقى عندي الاعلان الفيديو مثلا غير اعلان البوست انجيجمنت، غير اعلان لو انا بعمل اعلان الويب سايت والناس تدوس كليك عشان تروح على الويب سايت. كل حاجه ليها تكلفتها، وكل حاجه ليها ظروفها، المجال بتاعي، الاستراتيجي بتاعتي، المنافسين بتوعي عاملين اعلانات في نفس التوقيت بتاعي ولا لا. كل دي حاجات كتيره جدا بتحدد تكلفه الاعلان. تنوع المحتوى على السوشيال ميديا، لازم اكون حاطط في البلان بتاعتي. انا النهارده هنشوف ان شاء الله دلوقتي الجدول. انا دلوقتي عندي اول بوست هنزله هيكون عن اللي انا ببيعه مثلا، تاني بوست هيكون عن معلومة عامة، تالت بوست هيكون كوميكس. وامتى احط البوستس بتاعتي؟ التوقيت مهم جدا، التوقيت مهم جدا. وفي البيج طبعا لما شفنا في الكورس في محاضرتي الفيسبوك، كان اتكلمنا عن حاجه اسمها الانسايتس، الرؤى، التحليلات اللي بيديها لي الفيس للصفحه بتاعتي. دي مهمه جدا، لان على اساسها انا هبدا اعمل تايم للبوستس بتاعتي. ما ينفعش انزل منشورات على الفيسبوك مثلا من غير ما اكون عارف الجمهور بتاعي بيبقى متفاعل قد ايه. ولو في الانسايت قال لي ان الجمهور بتاعك والله بيبقى موجود مثلا من اكتر وقت موجود فيه الساعه 9 بالليل مثلا، انا لازم ابدا انزل البوست بتاعي مثلا 9 الا ربع، 9 الا تلت، قبلها بشويه، عشان لما الناس تبدا تتفاعل او تتواجد على الصفحه تلاقي البوست موجود. فلازم ابقى عامل حسابي في السوشيال ميديا بلان ايه هي او ايه هو المحتوى اللي انا هنوعه، بحيث ان هو يكون نسبة كبيرة جدا منه متعلق بالمجال بتاعي. جدول المحتوى، وده تعالوا هنشوف دلوقتي حاجة بسيطة كده، سيمبل بسيط لجدول المحتوى هيكون عامل ازاي. وهو ده اللي انا على اساسه ببدأ بقى بعد كل الكلام اللي احنا قلناه، ببدأ احط الخطة بتاعتي او خطة البلان بتاعتي او الديجيتال ماركتنج بلان او السوشيال ميديا بلان ايا كان المسمى. هنيجي بكرة السبت يوم 4/3، انا هحط البوست الاولاني هيكون عن كذا، تمام، ولازم اقيس او اكتب التفاعل على البوست ده كان عامل ازاي. لازم اكتب التفاعل على البوست ده كان عامل ازاي، والله جاله كام كومنت، جاله كام شير، جاله كام لايك او الايموشن اللي هي التفاعليه.
البوست التاني نفس القصة، التفاعل بتاعه، وهنا البوست التالت والتفاعل. كل ده لازم اكون انا عامله. وليه بقى؟ لان انا لما باجي في البوست الاول مثلا التفاعل، بقيس في الاخر كده التفاعل بتاعي عامل ازاي في اخر كل اسبوع. والله ممكن يكون البوست الاول في توقيت مش صح، فعشان كده التفاعل بتاعه قليل، فابدا اغير في التوقيت. او البوست الاول ما بيجذبش الناس، فانا حاسس ان الاسبوع ده التفاعل قليل في بعض الايام، لا طب انا ابدا اركز اكتر مع الناس بتوع الكونتنت، ان هم يعملوا كونتنت يجذب الناس اكتر واكتر. كذلك بالنسبه للبوست التاني والبوست التالت. آه، من غير الجدول ده، وهو ده كده الخلاصه بتاعت كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في السوشيال ميديا. بلان ان الجدول بتاعي لازم يكون خلاص انا عرفت المنافسين بتوعي بيعملوا ايه، فانا في البوست الاول كمان هحط حاجه تميزني عن المنافس بتاعي. خلاص. البوست التاني هحط حاجه اللي هي زي ما قلت لكم الميزه التنافسيه بتاعتي، وليكن السعر. البوست التالت هحط معلومه عامه متعلقه بالمجال بتاعي، او نصيحه او ايا كان. تمام. فعلى الاساس ده هبدا اعمل كل البلان بتاعتي. خلاص. الموضوع سهل، الموضوع بسيط جدا جدا، مش محتاج اي تعقيد ولا محتاج اي حاجه. هي الفكره كلها هنبدا زي ما قلت لكم ندرس المجال، ندرس المنافسين، ندرس الجمهور بتاعنا، وعلى الاساس ده هبدا احط البلان واحده واحده. لازم تعملوا الثلاث حاجات دول: المجال والمنافسين والجمهور. بعد كده هتلاقي انت نفسك من يعني تلقائي ومع الوقت كمان عرفت ازاي تتارجت اكبر قدر من الجمهور عن طريق البروسيس بتاعتك. البلان بتاعتي لازم تكون فيها كل الحاجات دي، لان هي مهمة جدا جدا بالنسبة لي. تمام. من غير الحاجات دي انا زي ما قلت لكم هبقى ماشي عامل زي الاعمى بالظبط، مش عارف ايه اللي بيحصل، مش عارف انا نزلت ايه النهارده ونزلت ايه بكره، وانا كده ماشي صح ولا ماشي غلط. البلان دي مهمة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. كل العناصر اللي قلنا عليها بتاعه البلان لو حاجه وقعت مننا للاسف البلان هتطلع فيها حاجه ناقصه كتير جدا. طب سؤال بقى، هو انا ازاي اصلا اجيب المنافسين بتوعي وازاي اعرف هما بيعملوا ايه؟ بسيطه جدا، بتعمل سيرش على الفيسبوك، بتعمل سيرش على تويتر، بتعمل سيرش على انستجرام، هتقدر توصل للمنافسين، بتتابعهم، بتبدا تشوف بيعملوا ايه وبيقدموا ايه. تمام. جدول المحتوى ده هو زي ما قلت لكم تاني، هو ده الخلاصه بتاعه السوشيال ميديا بلان اللي انا عملتها، اللي مش هينفع اعملها اصلا من غير ما اكون انا مراجع او انا يعني عامل كل الحاجات دي. خلاص. بالنسبه للتكلفه الاعلانيه زي ما قلت لكم بتبقى ليها حاجات محدده هي اللي بتحدد لي التكلفه الاعلانيه بتاعتي، ودي ان شاء الله هناخدها في المحاضره بتاعه او هيبقوا ان شاء الله على محاضرتين: الاعلانات المدفوعه على الفيسبوك وعلى تويتر، سوري انستجرام، معلش انا مصمم ان هو تويتر. تمام كده. طيب خلاص كده السوشيال ميديا بلان عرفنا بجهزها ازاي عن طريق كل الحاجات دي، ومين هينفذها، وببدا اعمل البوستس بتاعتي، وبعد كده ابدا اعمل تحليل الاداء بتاعي واحط التكلفه بتاعه الاعلانات. الموضوع تاني لان انا حسيت ان الموضوع ازمه كبيره عند الناس، والناس اللي بيحصل ومش عارفه ازاي تعمل البلان وتايهين ومشتتين. الموضوع سهل وبسيط جدا، بس الفكره كلها محتاجين نعرف شويه خطوات بسيطه قبل ما نبدا نحط البلان بتاعتنا. وادي هي دي البلان بتاعتنا زي ما وريتها لكم، اللي هي جدول المحتوى ده او جدول المنشورات او هتسموه وات ايفر يعني. وهي دي خلاصة البلان بتاعتي اللي انا ببقى شغال عليها. طيب نيجي بقى للاس اي او بلان. والاس اي او بلان دي حاجة خاصة اكتر بالمواقع المدفوعة او المواقع الالكترونية. عشان نقدر نطلع على المواقع الالكترونية او نتصدر محركات البحث او تحديدا جوجل يعني، بيبقى في شويه حاجات متعلقه بالاس اي او اللي هو السيرش انجن اوبتمايزيشن. دي حاجات كده خلونا نسميها معايير جوجل بيبقى حاططها او طالبها من وقت للتاني، بيحصل فيها ابديت عشان خاطر يحسن من نتائج البحث ويحسن من
ثقة الجمهور في جوجل كمحرك بحث. فبيبقى فيه شوية حاجات كده مختلفة تماما عن السوشيال ميديا، وإن كان ممكن أستغلها في السوشيال ميديا. يعني في جزء مثلا أهم الكيوردز المستهدفة. تمام. أنا ما ينفعش أعمل اس اي او بلان من غير ما أكون عارف إيه هي أهم الكيوردز اللي الجمهور بتاعي بيتارجتها. طيب أنا بعرف كده إزاي؟ خلونا مثلا ناخد مثال. في عندي حاجة اسمها جوجل ادوردز. تمام. دي حاجة تبع جوجل. حلو. جوجل ادوردز هو ده اللي احنا بنعمل منه الاعلانات. يعني لما يجي مثلا اكتب شقة للبيع، كلمة شقة للبيع، شايفين هنا كلمة اعلان دي بتتعمل عن طريق جوجل ادوردز، وهي دي بقى الكي اللي انا بقول عليها. هي دي الكي اللي انا لازم ابقى عارف الناس بتسيرش عليا بايه اصلا، عشان اعرف اعمل الكيورد بتاعتي او احدد الكيوردز بتاعتي اللي انا هبدا اشتغل عليها. طيب احنا بنعمل كده ازاي؟ بنعمل كده من حاجه اسمها جوجل ادوردز. خلاص. فجوجل ادوردز انا بقدر اجيب بيه الكيوردز اللي الناس بتكتبها في السيرش هنا ايه اهمها، وفي نفس الوقت بقدر اعرف اعمل منه الحملات الاعلانيه على اللي بتطلع في نتائج البحث جوجل، وكمان اعلانات اليوتيوب. تمام. طيب هنخش على جوجل ادوردز. اول مره، المعلومه دي مهمه جدا جدا، اول مره لاي حد هيدخل على جوجل ادوردز هيطلع له صفحه يطلب منه ان هو يبدا يعمل كاريت حمله. آه، ف فانا طيب انا هحاول، معلش هوقف لحظات عشان احاول اجيب اكونت جديد على جوجل واوريكم ازاي تعملوا الموضوع ده. رجعنا لكم تاني. بعتذر يعني، بس حاولت ان انا اشوف اي اكونت على جوجل. تمام. انا كده هنا على جوجل ادورز، لان اللي احنا هنعمله ده بيتعمل اول مره بس وما بيتكررش تاني. فانا عندي هنا كده جوجل ادورز. ماشي. هجيبه بس بالعربي. خلاص. وبقول له تسجيل دخول. هيطلب مني الباسورد. ثواني. تمام. طيب شايفين ده اللي قدامنا ده بيبقى اول مره بيطلع، يعني بيظهر لي، وبيظهر مره واحده فقط، ما بيتكررش تاني. تمام. آه زي ما احنا شايفين كده. في اوقات برضو لما باجي اعمل جوجل ادورد بيطلب مني ان انا اعمل حمله من الاول خالص، اول لما افتح جوجل ادوردز لاول مره. فانا هنا كده بقول له اسكيب، يعني لما يظهر لي ده انا على طول بقول له اسكيب. بيفتح لي الصفحه اللي احنا فيها دي. تمام. بتاكد بس ان البلد مصر، والتوقيت المنطقه الزمنيه، والميل، والعمله لو انا عايز اعملها بالجنيه او بالدولار. تمام. انا عن نفسي شويه بفضل الدولار من الدولار الامريكي، وبقول له حفظ ومتابعه. انا هعمل ايه؟ انا عشان بس الناس اللي لسه بتعمل البلان بتاعه الاس اي او، زي ما قلنا عشان الموقع بتاعي يظهر في السيرش بتاع جوجل، انا بعرف ايه اهم الكيوردز اللي انا هبدا اتارجت بيها الناس عن طريق حاجه موجوده في جوجل ادورز اسمها الكيورد بلانر او مخطط الكلمات الرئيسيه. هو دلوقتي بيحمل.
سوري معلش، انتوا عارفين بس النت في مصر سريع جدا ازاي. طيب انا كده خلاص فتح معايا جوجل ادورز. انا بس اللي بيهمني حاجه اسمها الادوات او تولز. هي موجوده هنا جنب التقارير، بس هو الواجهه اللي بتحمل. آه، من خلالها بقدر ان انا اخش على حاجه اسمها اهي مخطط الكلمات الرئيسيه او الكيورد بلانر. تمام. دي اول حاجه واول نقطه مهمه جدا جدا في وانا بعمل الاس اي او بلان بتاعتي. فلما بدوس عليها ودي حاجه برضو مهمه جدا للسوشيال ميديا، لازم ابقى انا عارف ايه الكيوردز برضو اللي في المجال بتاعي، عشان لما اجي اكتب بوست او عشان لما اجي اعمل اباوت بتاع الصفحه او اباوت بتاع التويتر او انستجرام او اي حاجه من الحاجات دي، اكون عارف كويس جدا انا ايه الكيوردز اللي الناس بتدور بيها عليا. خلاص، فانا هاجي هنا عندك بحث عن كلمات رئيسيه في اول مربع هنا كده، هو البحث عن كلمات رئيسيه جديده باستخدام عباره او موقع ويب او فئه. هنا هحط له الكلمه اللي انا عايز اعرف هل دي عليها نسبه بحث عاليه ولا لا، عشان ابدا اتارجتها. فهنيجي مثلا كلمه شقق للبيع. خلاص، هنا صفحتك المقصوده وفئه المنتج مش مهمين قوي بالنسبه لي، انا اللي يهمني الاستهداف. اولا كل المواقع، يعني ايه بقى كل المواقع؟ يعني هل النتائج اللي هيعرضها لي من كل البلاد اللي بتكتب سيرش بكلمة شقق للبيع؟ يعني مثلا الناس بقى اللي بتعمل سيرش بكلمة شقق للبيع من مصر ومن السعودية ومن الكويت من اي حتى بلد اجنبية بيكتبوا في السيرش بتاعهم شقق للبيع، فهو هيطلع لي نتائج. فهل النتائج اللي هتطلع دي بناء عن ان السيرش معمول من كل البلاد، ولا انا عاوز بلاد معينة؟ ودي مهمة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان انا لو هسوق وانا في مصر، هسوق موقع معين في الكويت مثلا عشان يظهر في نتائج البحث بتاعه الكويت او جوجل الكويت، لازم اجي هنا واروح مغير بدل كل المواقع، لازم اروح كاتب الكويت. لازم ابقى عارف اهي الكويت بلد واقول له اضافه. لازم ابقى عارف كويس جدا جدا السوق اللي انا هدخله ده، الكيوردز دي الناس بتستخدمها عشان تدور على المنتج او الخدمه بتاعتي جوه البلد دي ولا لا. تمام. هيجي مثلا اروح قايل له مصر كمان. خلاص، وهقول له حفظ. فهو كده النتائج اللي هيطلعها لي بناء عن ان دي عمليات البحث او متوسط عمليات البحث في مصر والكويت. خلاص، طبعا عمليات البحث بعد كده بعرف اذا كانت هي قويه ولا ضعيفه. العربيه، هل اللغه لغه المتصفح او لغه المستخدمه في التصفح العربيه، ولا انا عن نفسي بصراحه ما بحطش اي لغه خالص. تمام. ممكن يكون في حد مثلا في مصر بيدور على شقق للبيع، فبيدور هو اجنبي مثلا وبيستخدم جوجل باي لغه اجنبيه. تمام. فلو انا حددت لغه معينه لاي براوزر كده، هيستبعد من النتائج بتاعتي عمليات السيرش او ارقام نتائج السيرش من البراوزرات اللي او البراوزرز اللي هي غير اللغات اللي انا محددها. عشان كده انا بسيبها جميع اللغات مفتوحه. هنا طبعا يكون جوجل ولا شركاء البحث، فانا بخليها جوجل. تمام. هنا الكلمات الرئيسيه السلبيه، يعني ايه بقى الكلمات الرئيسيه السلبيه؟ الكلمات الرئيسيه السلبيه اللي انا مش عايز يطلع لي بيها نتائج. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لما هقول له الحصول على افكار، هو هيديني النتائج بتاعت كلمه شقق للبيع وهيديني كلمات تانية. حلو، هيديني كلمات تانية. فالكلمات التانية دي في كلمات انا ما ببقاش عايزها تطلع في السيرش. مثلا شقق للبيع مثلا بالتقسيط، يعني لو انا جيت كتبت له هنا كده شقق للبيع بالتقسيط مثلا، تمام، قلت له حفظ، هو الكيوردز اللي ليها علاقة بالمجال بتاعي او بشقق للبيع هتطلع، هو هيرشحها لي، بس مش هيرشح لي خالص حاجة فيها شقق للبيع بالتقسيط. تمام. طيب الفكرة فين بقى؟ الفكرة ان احنا ما نعملش كده. ليه؟ لان انا واحد من الناس، انا ممكن يبقى فيه كيوردز انا متوقع او متخيل ان الكيورد دي
والله ما عليهاش معدلات بحث كبيرة او محدش بيدور بيها على المنتج بتاعي او الخدمة بتاعتي، في حين ان لا، هي بلاقي ان ممكن يكون عليها معدلات بحث اكبر بكتير جدا من بتاعة شقق للبيع. تمام. لازم اكون عارف ده كويس جدا، ولازم اكون فاهم ده كويس جدا جدا. فانا كده حددت النتائج هتطلع لي من مصر والكويت. آه كل الناس اللي بتستخدم اي البراوزر باي لغة، النتائج من جوجل، ومفيش اي كلمات رئيسية سلبية. وبعدين بقول له الحصول على افكار. تمام. طيب هو كده اداني، قال لي والله المتوسط عمليات السيرش بتاعتك من 100,000 لمليون. تمام، فدي كده كلمة كويسة. قال لي ان انت عندك كمان عرض السعر المقترح، ده بيكون خاص بيه شوية بال لما اجي اعمل اعلانات جوجل ادورز، لان هي بتختلف شويه عن اعلانات الفيسبوك. وهنا دي اهي بقى زي ما قلت لكم كده كلمات رئيسيه، هو شايف ان هي تنفعني، فبيبدا انه يقترحها لي. لو انا مثلا عايز شقق للايجار مثلا، خلاص باجي هنا كده اروح واخدها، واروح كاتبها في المربع هنا كده، واقول له شقق للايجار والحصول على افكار. خلاص، في بس مشكلة. طيب عامة هي كل الطرق انا بعملها كده. عندي افكار الكلمات الرئيسية يعني اللي احنا عملناها. آه عندي هنا افكار كلمات رئيسية، وعندي افكار المجموعات الاعلانية. يعني ايه المجموعات الاعلانية؟ يعني ناس حبت تعمل اعلانات على جوجل ادوردز، فضافت فيها شوية كلمات، فبيقول لي خش شوف الكلمات دي كانت عاملة ازاي، ومتوسط السعر بتاعها كام. هنا المنافسة متوسطة ولا منخفضة؟ هنا دي بتبقى للمعلنين. هل المعلنين آه بيستخدموا الكلمات دي بشكل كبير ولا بشكل قليل ولا بشكل ايه بالظبط؟ فدي بتبقى خاصة شوية بالمعلنين. فانا ببدأ اشوف والله الوسيط للعقارات دي مثلا او منازل للبيع ممكن تبقى بتفيدني، فابدأ احطها تاني في المربع بتاع السيرش، اللي هو هنا انا خدت مثلا منازل البيع ورحت كاتبها في السيرش هنا، بدوس له او بقول الحصول على افكار، فبيبدأ على طول يديني نتائج زي ما احنا شايفين. طبعا بتختلف، ممكن الاقي هنا من مليون ل5 مليون، يعني ايا كان الرقم او الارقام المتاحة. فعلى حسب الارقام ممكن يجي يقول لي من 1000 ل10,000 مثلا. فدي كده كلمة ضعيفة انا مش هحتاجها في حاجة. فلازم اقعد اعمل تحليل لكل الكيوردز دي. اول نقطة واهم نقطة في خطة الاس اي او. ودي حاجة من الحاجات اللي بنعتمد عليها في اليوتيوب لازم يكون عارف ايه هي الكيوردز برضو، لان هو بيطلبها مني وانا بعمل الفيديو. طيب، دراسة المجال ومنافسين. انا دلوقتي طبعا يعني هشرح شوية عملي هنا، لان السوشيال ميديا كلنا بنعمل سيرش او سهلة علينا. لكن تعالوا نشوف هنا كده مثلا، انا خلاص شقق للبيع، فانا باجي هنا كده بعمل سيرش على جوجل وبقول له شقق للبيع. تمام. طيب شقق للبيع، ادي طلع لي كده دي النتائج اهي. تمام، بتاعه شقق للبيع. طيب خلونا كده ببدا افتح بقى اشوف ايه المواقع دي. مواقع ده اوليكس مثلا، فده موقع اعلانات. لا انا عايز مثلا مواقع لشركات. ببدا ادور في الصفحه الاولى ايه هي الشركات بتاعتي، وادي هنا اليوتيوب. ومن ان شاء الله ساعه محاضره اليوتيوب هنعرف ازاي بنطلع الفيديوهات بتاعتنا في نتائج البحث بتاع جوجل. خلاص. طيب لو انا بقى عاوز اعرف المنافسين بتوعي في الكويت، تمام، بعمل ايه؟ والحركه دي مهمه جدا. بروح كاتب في السيرش جوجل الكويت. خلاص، ادي اهو جوجل دوت كوم دوت كي دبليو. خلاص، وبقول له جوجل، فراح مديني هنا جوجل الكويت. واروح قايل له مثلا او شقق للبيع. خلينا في شقق للبيع. سوري.
خلاص. فشايفين بتبدأ تظهر لي حاجات في الكويت وحاجات اوريدي هنا في شقق للبيع في مصر. فكده اعرف ايه؟ شقق للبيع حراج اهو. اعرف ان انا كده شقق للبيع دي لا، في كلمة تانية، لان بيطلع لي نتائج من مصر، المفترض يطلع لي كل النتائج من الكويت. حلو. فببدأ ادور على كلمات تانية تكون مفيدة بالنسبة لي. ممكن ارجع هنا كده واقول له طيب يعني انا عايز مثلا اعرف اللي في مصر بس او الكويت بس، فاقدر اشيل او اضيف اي بلد انا عايزها. لكن في الاول وفي الاخر لازم اخد الكيورد اللي انا خلاص شايف ان هي كويسة وابدأ اعمل بيها سيرش كده واشوف مين المنافسين دول ممكن يكونوا بيكتبوا ايه. تمام. وهي دي الطريقة برضو اللي انا بدرس بيها المجال بتاعي على الاس اي او. ان انا ببدأ اعمل اشوف افتح موقع وابدأ اشوف ايه اللي بيقدموه وبيعملوا ايه بالظبط. الجمهور المستهدف لازم اكون دارس كويس جدا الجمهور المستهدف. بعد ما بعرف ايه الكيوردز بتاعتي وادوس وادرس المجال بتاعي، لازم اكون عارف الجمهور المستهدف طبعا بتاعي هيكون ازاي، لان انا ببدا اعمل له الكونتنت في الويب سايت غير الكونتنت في السوشيال ميديا. تمام. طيب المحتوى هنا بيبقى مختلف جدا جدا. لازم براعي بقى فيه ان انا احط صورة عشان يكون فيها ايمج الت، عشان تطلع اللي يعمل سيرش بشقق للبيع يطلع له الصورة بتاعت الموقع بتاعي. لازم اكون عامل انكور تكست، لازم اكون مراعي الكيورد دي موجودة في نسب معينة سوري في المواضيع بتاعت اللي جوه الموقع. لازم يعني طبعا الناس اللي شغالة اس اي او هي فاهمة انا بقول ايه. فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا، ان الكيوردز بتاعتي ابدأ اراعيها بالمحتوى وتكون منوعة، يعني شقق للبيع، شقق للبيع بالتقسيط، اقوى عروض، شقق للبيع، وهكذا. طبعا مراعاة معايير الاس اي او. في اي خطة اس اي او لازم اكون مراعي الاس اي او بتاعي، سواء بقى الاون بيج او الاوف بيج. الاس اي او بتاعي اللي هيكون جوه الويب سايت وانا بعمل الويب سايت، زي ما قلت لكم كده من شويه، الانكور تكست، الايمج الت، التايتل، الديسكريبشن، الكيوردز، الكلام ده كله. تمام. وازاي بقى بعد كده هبدا ان انا اسوق عشان اجيب باك لينكات. تمام. اهي دي اهم حاجه برضو، الباك لينكس بتاعتي هتيجي ازاي. طب خلونا نتكلم عن شويه حاجات، يعني معلومات بسيطه وسريعه كده عن الباك لينكس. عايز اقول لكم ان الباك لينكس مش بالعدد. الباك لينكس مش بالعدد. بمعنى ايه؟ بمعنى مش سوري معلش، مش بالكم ولكن بالكيف. بمعنى ايه؟ في شويه شروط كده بتبقى محطوطه للباك لينكس برضو للناس وهي بتبدا تدور على المواقع اللي تجيب منها باك لينك. يعني ايه باك لينك؟ احنا بنبدا نحط اللينك بتاع الموقع بتاعنا في مواقع تانية عشان يجي لنا منها زوار، فدي بنسميها باك لينكس. اولا لازم تكون المواقع اللي انا بحط فيها اللينك بتاعي متعلقه بالمجال بتاعي. ما ينفعش ابقى انا شركه عقارات واروح احط اللينك بتاع موقع العقارات في موقع عربيات، ده غلط جدا. لازم ابقى متاكد من قوه المواقع اللي انا بحط فيها الباك لينك بتاعي، سواء كان الدومين اثوريتي او البيج اثوريتي بتاعه الموقع ده، المواقع اللي انا هحط فيها الموقع بتاعي. لازم تكون منوعه، لازم تكون منوعه. طب منوعه ازاي؟ عندي دلائل المواقع، عندي المنتديات، عندي البوك ماركس، عندي السوشيال ميديا، عندي تبادل اللينكات في مواقع زي المواقع بتاعتي وتكون مواقع قويه. طب انا بعرف الاثوريتي منين بتاعه الدومين للموقع اللي انا هضيف فيه الموقع بتاعي او البيج اثوريتي بتاعته؟ في تول كده بيديها لي موقع موز. ده موقع مهم جدا جدا للناس اللي شغاله على الاس اي او. ان شاء الله احط لكم اللينك بتاعها على في الديسكريبشن. بتسطبها وبيدي لك كده كل موقع ايه اللي موجود فيه، وايه هي الباك لينكس، سوري ايه هي الانترنال لينكس، يعني الروابط الداخليه. ودي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تدرس فيها المنافسين بتوعك. هو عامل كام عامل كام انكور تكست جوه الموقع بتاعه، مربط صفحات الموقع بتاعته ازاي، كام في كام صوره حاطط لها او عامل لها ايمج الت. تمام. عامل الكيوردز بتاعته في الموضوع ازاي. فانت ده كله عن طريق التولز، وان انت بتدخل تشوف المواقع. تجديد المحتوى.
لازم عشان تحط خطة بلان ناجحة تعمل حسابك ان المحتوى بتاعك هيكون متجدد، وان انت ان شاء الله يا رب كل يوم تحط موضوع او موضوعين، مقالة او مقالتين. عشان كده دلوقتي بقالنا فترة اغلب المواقع اللي فيها الموضوع ده بتبقى عاملة بلوج جوه الموقع بتاعها عشان تقدر تحط فيها مواضيع كتير. تكلفة اعلانات جوجل ادورز. طيب دلوقتي وانا بعمل خطة الاس اي او الخطة عشان الموقع بتاعي يبدأ يبان في السيرش بتاع جوجل، في كيوردز انا عشان اقدر اوصل بيها للصفحة الاولى ممكن اقعد اشتغل 6 شهور، اشتغل 9 شهور مثلا، اشتغل 3 شهور. فانا ببدأ اعوض ده بايه؟ ببدأ اعوض ده ان انا بعمل اعلانات على جوجل ادوردز تساعد ان الموقع بتاعي يكون كل ما حد يكتب زي ما شفنا كده شقق للبيع. كان في عندي اعلان في اول نتيجة، هو لغاية اول 4 نتائج بيبقى اعلانات مدفوعة، وبعد كده اعلانات اللي بتطلع اورجانيك عن طريق الاس اي او. خطة المحتوى ودي هنشوفها دلوقتي ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده، انا عندي يوم السبت ده اللي هو من بكرة، انا هحط كام موضوع جديد. ادي المواضيع الجديدة. انا هحط اللينك بتاعي في كام دليل، تمام، في كام منتدى. هعمل اعلانات مجانية، ودي حاجات من الحاجات الكويسة جدا. هنشر اللينكات بتاعتي في السوشيال ميديا ازاي، في كام موقع او كام منصة من منصات السوشيال ميديا. البوك ماركس، معلش هي مكتوبة بوك ماركس، دي بتبقى مواقع شبه السوشيال ميديا كده، بقدر احط فيها مواضيع، وفي منها مواقع كتيرة جدا اجنبي. وفي البوك ماركس العربي في منها موقع اضافتي وثبت ودفتري تاني. موقع اضافتي وثبت ودفتري دي من اهم مواقع البوك ماركس العربية اللي موجودة، واللي بتجيب مردود قوي جدا. بس منشور فيها كل يوم لا، ممكن انشر فيها موضوع كل 3 ايام مثلا، مرة او مرتين في الاسبوع، تمام. و اقيس بقى في الاخر كده النهارده والله انا عملت كل ده، وفي النهايه الزيارات بتاعتي كانت قد ايه، تمام. وطبعا كل فتره ببدا اقيس انا الرانك بتاع الويب سايت بتاعي راح فين، تمام. يوم الاحد انا حطيت برضو كام موضوع جديد، عملت كام دليل. الدلائل عايز اقول لكم على حاجه، دايما الدلائل المنتديات احاول كده اخلي عندي صيغ منوعه، 3 4 صيغ بكيوردز بتايتلز معينه. يعني تايتل، ديسكريبشن، كيوردز، ده اول صيغه. تايتل، ديسكريبشن، كيوردز، ده تاني صيغه مثلا، وهكذا حوالي 3 4 مرات عشان ما اكررهاش. يعني انا مثلا النهارده هنشر مثلا في 10 منتديات او 10 دلائل، فباجي والدلائل لازم انشر في القسم. هي عامله زي ايه الدلائل اللي ما يعرفوهاش؟ هي حاجه عامله زي شبيهه كده باليلو بيجز. بيبقى مواقع فيها اقسام كتيره جدا لمواقع كتير، فببدا انا اضيف لينك الموقع بتاعي جوه دليل الدلائل دي اللي موجود فيها القسم بتاعي. لو انا عقارات ما ينفعش احط اللينك بتاع الموقع بتاعي طالما في دليل من الدلائل طالما ما فيهوش قسم العقارات. وبجيبها منين؟ بعمل سيرش على جوجل عادي جدا بدلائل المواقع، تمام. المنتديات كذلك لازم تكون منتديات متعلقة بالمجال بتاعي. وفي المنتديات لازم اكون عامل سيجنتشر، توقيع، تمام. والتوقيع ما احطش فيه اللينك مباشر، يعني ما يبقاش اللي هو www مثلا عقارات.com مثلا، لا. في التوقيع بعمل فكرة الانكور تكست اللي هي ايه، بكتب اهم الكيوردز اللي انا عايزها، حلو. وبعد كده بروح عامل في كل كيورد من دول، من مثلا 4 5 كيوردز، بربطها بلينك الموقع بتاعي، بحيث ان هي تبان في الاخر. هو التوقيع ده اي موضوع او اي رد انا بعمله على المنتدى بينزل معايا ثابت، فيبقى انا عندي 4 5 كلمات مثلا: شقق للبيع، شقق للبيع بالتقسيط، الكلام ده كله الكيوردز اللي انا اصلا ببقى مستهدفها خلاص بعد ما بشتغل على الكيورد بلانر، وببدا اعرف انا هشتغل ازاي، تمام. بحيث ان دي بتبقى من الحاجات القويه جدا اللي بتجيب لي باك لينك، وباك لينك قوي، ويكون المنتدى برضو ليه علاقه بالمجال بتاعي. خلاص. الاعلانات المجانيه زي اوليكس وبذات ومواقع كتير كده بيبقى في من ضمنها الخانات ان انا احط اللينك بتاعي بتاع الموقع بتاعي، تمام. اهم حاجه في كل ده ان الدلائل بس او كله لازم اكون انا منوع الصيغ بتاعتي، ما تكونش كلها
صيغة واحدة اكررها، ده مش صح يعني. تمام. في النهاية انا ببدأ اقيس فكرة الزيارات عاملة ازاي. طيب، تاني كده سريعا، انا ضروري جدا ان انا مثلا هو ده للاسف كلها تقريبا شركات. انا عايز مثلا موقع عادي. خلينا مثلا ناخد السوق المفتوح ده. انا ببدأ اشوف التايتل بتاعي من هنا كده مكتوب فيه ايه، المحتوى فيه كام كلمة، مثلا عقارات للبيع او شقق للبيع. الصور اللي موجودة، هو طبعا موقع عقارات. تمام. لو نفترض مثلا ان في صور، هل الصور دي فيها انكر تكست؟ وفي مواقع بتحلل المواقع. بمعنى ايه؟ بتقول لي والله الموقع ده فيه كام انكر تكست، التايتل بتاعه، إيه اللي مكتوب فيه، الكيوردز بتاعته عامله ازاي، الكلام ده كله. ان شاء الله هحطها لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو. بس من غير الحاجات دي انا مش هعرف اصلا اعمل محتوى، لان انا لازم اكون عارف الناس دي طلعت على السيرش كده المواقع بتاعتها في الاس اي او، التكنيكال بتاع الاس اي او عامل ازاي. وبعدها ابدا اعمل الخطه اللي انا قلت لكم عليها دي، ان انا ببدا احدد الاعلانات المجانيه. انا حطيت في كام موقع النهارده، السوشيال ميديا نشرت على كام، ارقام، هي بس بتبقى مجرد ارقام. طبعا ببقى عامل ملفات وورد فيها مثلا اهم المنتديات اللي انا جمعتها من السيرش، اهم الدلائل. تعالوا نشوف مثلا انا كده هعمل اهو. خلاص، خلونا بقى في جوجل مصر. خلاص، باجي مثلا اكتب هنا كده دلائل المواقع. خلاص، بتفتح لي اي دليل المواقع العربية او دليل المواقع مثلا، بيتفتح لي هنا اهو. ببص الاقي عندي هنا كده اضافة موقع اهي. لما بدوس عليها بيجيب لي، هي دي بقى انا بقول لكم عليها، لازم تكون متغيرة. تقريبا بتبقى نفس البيانات في كل الدلائل. وبيقول لي هنا القسم اهو، فانا ببدأ اشوف الاقسام دي والله موجود الموقع بتاعي او القسم للموقع بتاع المجال بتاعي ولا لا. هنا برضو نفس القصة. هنلاقي موجود كلمة إضافة موقع، بس للأسف أنا يعني ممكن نبقى ندور عليها. لكن طالما هو دليل مواقع لازم يكون متاح فيه إن أنا أضيف الموقع بتاعي. تمام. فأنا بعمل السيرش بتاع جوجل. كذلك الأمر بالنسبة للمنتديات، وبحددها. يعني مثلا منتديات عقارية. خلاص، منتدى العقارات المصري، وهكذا. ببدأ ان انا اجمع المنتديات دي واسجل فيها. ان شاء الله ممكن في بعد ما الكورس بتاع السوشيال ميديا يخلص ابقى اعمل محاضرة عن الاعلانات المجانية، ازاي اعرف اعمل حملة اعلانية مجانية من غير ما ادفع فيها فلوس، عن طريق مواقع ال الاعلانات المبوبة والمنتديات العقارية. تمام. احنا كده خلصنا فكرة الديجيتال ماركتنج بلان. هي دي اهم عناصر اي خطة تسويق الكتروني او ديجيتال ماركتنج، لازم تكون موجودة. اي خطة ديجيتال ماركتنج مش هتتعمل الا لما ابقى عامل شايف المنافسين، وانا عارف ايه اللي عندي، وانا هجدد في المحتوى بتاعي ازاي، وهعمل ايه. وكل الكلام ده ببدأ اطبقه واعمله في جداول الاكسل عشان بس اتابع بالارقام. حاجة أخيرة، لو في أي حد عنده سؤال في أي حاجة أو عنده أي مشكلة في أي حاجة وهو بيعمل البلان بتاعته، يقدر إنه يتواصل معايا، بس بمجرد إنه يعمل سيرش على الفيسبوك بالرقم ده هيطلع له الاكونت بتاعي في السيرش. مجرد بس ان هو هيبعت لي، ان شاء الله انا هقدر ارد عليه. مرة تانية، الهدف من الفيديو لما لقيت ان الطلبات كتير جدا، لا ان الناس هي تشتغل، الناس تشوف منافسينها عاملة ازاي. اللي جرب يعمل خطة النهاردة لمنتج معين، هيقدر بعد كده يعمل اكتر من خطة في اي مجال وفي لأي براند. ضروري جدا جدا تتعلموا ازاي تعملوا الخطط او الديجيتال ماركتنج بلانز دي. مهمة جدا جدا. كل الحاجات دي من غيرها مش هتعرفوا تعملوا اي بلان خالص. ولو فكرتوا ان انتوا تعملوا بلان من غير الحاجات دي كلها، للاسف هيبقى يعني بتضحكوا على نفسكم. المحاضرة خلصت النهاردة. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا. انا هستنى منكم التواصل في اي وقت. تابعوا ان شاء الله للچانل. ربنا يكرم كده ان شاء الله، ويكون فاضل لنا
اليوتيوب، وفاضل لنا الاعلانات المدفوعه. وانا ان شاء الله هحط لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو ده لينك البلاي ليست بتاعه كورس السوشيال ميديا. اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم في محاضرات تانية على خير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.